خلصت الثانوية وخلصت الامتحانات بتاعت الثانوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده انت بتتفرج عليا بعد امتحانات الثانوية العامة او بعد ما خلصت الامتحانات تقريبا، بعد ما خرجت اللجنة بشوية. اخيرا كابوس الثانوية العامة خلص. هتقولي لسه في تنسيقات ولسه في نتيجة ولسه مش عارف ايه. هقولك اصبر عليا، انت بقالك سنة كاملة بتعاني. انت من شهر 8 لحد شهر 7، يعني سنة تقريبا كاملة الا شهر او الا كام يوم. انت عمال تضغط نفسيا، عمال يتحط عليك حرفيا، عمال وعمال وعمال. ما تقعدش بقى تفكر في نتيجة وتنسيقات، فكر في ان الثانوية خلصت. انت شلت هم كبير من على كتافك، شلت هم. يعني انا مش عايز اقولك انت لو قعدت يعني تقريبا السنة الثانوية العامة دي او ثالثة ثانوي دي اصعب سنة هتعدي عليك في حياتك، من حيث الضغط النفسي ومن حيث ضغط الاهل عليك ومن حيث المدرسين، بخصوصا بقى السنه دي كمان بكورونا، بوزير التربيه والتعليم، بالقرارات، بحاجات بالهبل يعني. فانا ما اظنش ان السنه دي تتكرر تاني، او الضغط اللي انت اتحطيت فيه ده هيتكرر عليك تاني بمعنى اصح. بعد كده بقى هتخش الكليه هترتاح شويه، بعد كده تحتك بالحياه العمليه هترتاح اكتر ان انت تبقى شايل مسؤوليه وبتاع. بس الثانويه العامه خلصت. ريح دماغك وحياتك وحياتي عندك وحياة اغلى حاجه عندك، ريح دماغك. ما تقعدش تفكر في النتيجه. انت عندك لسه لحد العيد او بعد العيد النتيجه هتطلع، ولسه التنسيقات ولسه. ما تقعدش بقى تفكر لحد ما اليوم ده، يعني ما تقعدش تفكر في كل يوم تقعد نايم قايم تفكر في التنسيق والنتيجه. ريح، افصل، نام على السرير كده واقعد بص في السقف بس، ما تعملش حاجه تاني، او اقعد اتفرج على افلام، اقعد اعمل اي حاجه قبل ما النتيجه تطلع. لحد ما النتيجه تطلع يا عم ما تقلقش، لما النتيجه تطلع والتنسيقات انا هتابعك وانزل لك تنسيقات وانزل لك المعلومات عن الكليات وانزل لك كليه الحلوه وفرص العمل ومش عارف ايه. هنزل لك كل حاجه من اول ما النتيجه تطلع لحد ما ادخلك الكليه، ما تقلقش. بس انت افصل، ما تفكرش خالص في الثانويه العامه، تفكرش خالص في النتيجه، تفكرش في انت عملت ايه، حليت ايه، ما حليتش ايه. اي حاجه هتحصل هتبقى خير. اي حاجه هتحصل اكيد الضغط النفسي اللي فيها هيبقى اقل بكتير من الضغط النفسي اللي انت عشته في ثانويه عامه. اي حاجه هتحصل اكيد ربنا مخططها لك وعارف هيحطك فين وعارف هيحطك على المسار الصح، وعامل لك خطه وراسم لك خطه هتمشي فيها. اكيد مش هتخيب منك، مش هتبوق يا عم. ان شاء الله تكون جبت 60%، اكيد ربنا عارف هيحطك فين. ربنا ارحم بكتير من يحط فيك شعور انت مش قادر تستحمله او مش هتقدر تستحمله. ريح، افصل، اخرج، العب كوره، اخرج العب كوره، او لو انت بنت اخرجي مع اصحابك، اقعدي مع اصحابك، ايا كان اللي انتوا بتعملوه. بس يعني خلوا بالكم نفسكم برضو في ظل الاحتياطات بتاعه الكورونا وكده. بس ما علينا، يعني اهم حاجه انك تفصل خالص لحد ما النتيجه تطلع. ما تقعدش تفكر فيها، ما تقعدش تجري ورا تنسيقات السنه اللي فاتت. اصلا انا عارف هتقعد تبحث عن تنسيقات السنه اللي فاتت وتقعد تخش عن تجيب مش عارف مين في ايه، وتقعد تقول انا هجيب تجاره فهخش ابحث عن كليه تجاره، تقعد تجيب هجيب حقوق فهخش ابحث مش عارف عن ايه، وتقعد بقى تدوش دماغك وتتعب دماغك وتفضل في الضغط النفسي ده كأنك ما خلصتش امتحانات. ريح دماغك، افصل خالص، خد هدنه مع نفسك، عيش في سلام كده. اشرب كوبايه شاي بقى، اقعد على اللابتوب، اقعد العب بابجي، العب اي حاجه، اعمل اي حاجه الا انك تفكر في الثانويه. سنه وخلصت، مرحله وخلصت من عمرك خلاص، مش ترجع لها تاني ان شاء الله. وهتنجح وهتبقى زي الفل وهتطلع المراحل اللي بعدها وهتكمل وهتعيش حياتك عادي. الحياه مش هتقف والدنيا مش هتقف. انا عايش وكله عايش، واللي جاب مش عارف كام في المية واللي جاب مش عارف، كله عايش. الحياه بتعيش بتستمر، الحياه مش هتقف يعني عشان انت جبت مش عارف ايه ومش عارف. ان شاء الله هيبقى خير وربنا يحط لك اللي فيه الخير. كل اللي انا طالبه منك بس الفتره اللي جايه انك ايه؟ ايوه، تفصل. مالكش دعوه بحد، مالكش دعوه بحاجه. حدش يسالك هات لي رقم جلوسك اجيبها، ما تردش على حد، ما تكلمش حد. عيش لنفسك بس الفتره دي، عيش لنفسك لحد ما فتره العيد تيجي وتعيد وتعمل اللي انت عايزه وكل اللي في نفسك تعمله. وبعد كده بقى نبقى نفكر في النتيجه ونفكر في التنسيقات. وزي ما قلت لك ما تقلقش، هلقطك يعني او هتابعك من اول يوم لحد ما تخش الكليه. تمام يا معلم، تمام يا معلمه، تمام يا اي حد يتفرج عليا. افصل وريح دماغك وخد هدنه وسلام مع نفسك، واقعد كده ظبط الدنيا. اتفرج عليا، اعمل لايك، اعمل شير، اعمل كومنت، اعمل اشتراك، اعمل اي حاجه يعني. خش على قناتي التانية هتلاقي فيها بنزل حاجات كويسه يعني لحد ما، وهتلاقي برضو هناك شويه معلومات عن الكليات يعني. بس انصحك انك يعني ما تقعدش تضغط دماغك وكده. بس ما علينا، اسيب لك اللينك يعني اسف في الديسكربشن لو عايز. بس اهم حاجه انك تحس انك شلت الهم خلاص من على كتافك، ان الثانويه خلصت وانك ارتحت الى حد ما. بس ده انا كل اللي طالبه منك.
رسالتي لو وصلت لك اتمنى انك تقول لي في الكومنتات او تدوس لايك او تعمل اي حاجه يعني، وتشرفني جدا لو دوست سبسكرايب او اشتركت في القناه يعني، وفعلت زر الجرس. يبقى انت كده فوق راسي، يعني انت فوق راسي في كل الاحوال، بس انت ايه فوق راسي لو فعلت الجرس وكل حاجه وصلت لك اول باول. ده كان الفيديو، ده كان انا كنت حابب اقوله. اشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله باخبار كويسه وحاجات مفرحه وطاقه ايجابيه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.